اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الجمعه، ربنا يجعلها جمعه مباركه عليكم يا رب. انا بقى صلاه العيد كانت السنه دي مختلفه قوي. ما صلناش بقى السنه دي في البلد، رحنا صلينا في السمات كده. بقوا عاملين اجواء حلوه قوي وعاملين حفله للاطفال بعد الصلاه، وزي ما انتوا شايفين كده الاجواء كانت جميله جدا. وهو العيد يعني صلاه العيد، خلاص ما رحناش صلينا العيد يبقى ما فيش عيد اصلا. العيال بقى لعبهم وفرحهم، واحنا والله يا كبار لعبنا برضو وفرحنا، وكانت الاجواء جميله جدا. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تدعمونا بلايك وكومنت سبسكرايب للقناه عشان تكبر بكم فضلا وليس امرا، ودعوه حلوه من قلبكم ولكم بالمثل. سيبكم بقى تستمتعوا بالاجواء دي ونرجع لكم تاني. خلاص هنا بقى كانت الحفله خلاص في الاواخر. هنروح البيت بقى نجهز الفطار. كنا عاملين لحمه ورز وكفته، الاكله المعتاده بتاعت اول يوم. تاني اليوم كان عندنا بواقي اكل. تالت يوم بقى لازم نحدق ونفسخ بقى. ما بنعرفش نفسخ احنا اول يوم لان المعده طبعا بتبقى بايظه نص يوم. ما هو نفسخ يعني رنجه وفسيخ، انا ماليش في الفسيخ، انا قسم الرنجه. سيحنا الرنجه كده على السخان. هنا بقى كنا عند بابا في البيت، وهما طبعا عملوا الفسيخ زي ما انتوا شايفين كده، وقطعنا عملنا طحينة وطماطم وخيار وبصل ورنجة وفسيخ، يعني عيش اسمر. والعيش هنا بقى متوصى عليه ومعمول حاجة كده تحفة. ربنا يخليك يا بابا، ودايما مفتوح بحسك انت وماما. دعوة حلوة بقى من قلبكم لبابا وماما واخواتي، واشوفكم في فيديو جديد على خير مع مطبخ سوق.